السلام عليكم. الف مبروك للنادي الاهلي الفوز على الرجاء البيضاوي 2-0. وبقول لك اهو الاهلي بيضع قدما في النصف النهائي، والاربع فرق بانوا جدا اللي هيصعدوا النصف النهائي هنتكلم عليهم، وهنتكلم على الماتش بتاع النهارده. والحمد لله الاهلي فاز. بس قبل ما نبدا عايز اتكلم في نقطه بس. من المرض النفسي اللي حد يتمنى خساره الاهلي افريقيا، او العكس، او حد يتمنى خساره الزمالك افريقيا، من الناحيتين بقى. ادام انت مش في مجموعه واحده، وادام انت مش المنافس بتاعي، انا ليه اتمنى ليك الخساره؟ يعني هما ما بيجي يقولوا الزمالك المصري، ما بيقولوش بقى محمد الزملكاوي او الاهلي المصري. خلصت. لكن في الدوري انا اتمنى بقى انت تخسر، والعكس انت بتتمنى ان انا اخسر، مش مشكله. في الدوري خلاص ما احنا منافسين مع بعض. لكن من الغباء اللي انا اتمنى الاهلي يخسر افريقيا، او العكس، او هو يتمنى الزمالك يخسر افريقيا. ده بين الجمهور. بالك بقى اما بيطلع ده من الاعلاميين واللي بيطلعوا على الشاشات. انت مستني ايه بقى من الجمهور؟ اما الجمهور الاعلاميين بتاع الاعلاميين بتوع نادي الزمالك يتمنوا خساره الاهلي افريقيا، والاعلاميين بتوع النادي الاهلي يتمنوا خساره الزمالك افريقيا. طب انت مستني من الجمهور يعمل ايه فيه؟ وترجع تقول له احتقان الجمهور ومش عايزين ندخل الجمهور. ما انتوا اللي بتعملوا. انا افتكر والله 2006 لما ابو تريكه جاب الجون في الصفاقس في الدقائق الاخيره، اقسم بالله قعدت سقفت يعني 10 دقايق وسجدت شكرا لربنا. فرحتي ان النادي الاهلي خد البطوله وكسب. وخلي بالك افتكر والله كان لما النجم الساحلي كان بيلعب الزمالك، والنجم الساحلي كان كسب الزمالك هناك في تونس 5-1، وجينا هنا كسبنا 3-0، وكان ناقص لنا جون ونكسب. كانت البطوله دي 2015، ولو كنا كسبنا 4-0 كنا صعدنا. اقسم بالله كل جماهير النادي الاهلي اللي كانت على القهوه قعدت تسقف لنادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك، وكلهم كانوا بيشجعوا نادي الزمالك اللي هو يصعد، عشان اداء الفريق هو اللي بيجبرك اللي انت تحترمه. يعني اداء النادي الاهلي في ماتش صفاقس اجبرني اللي انا احترمه وعايزه يفوز. وكذلك اداء الزمالك 2015 لما كان بيلعب النجم الساحلي وكسب 3-0، اكبر جماهير الاهلي اللي هي تحترمني وتحترم فرقتي وعايزه فرقتي تكسب. خلي بالك فرقتك اللي بتعمل لك احترام، وفرقتك هي اللي بتخلي الناس تشجعك او لا. غير كده انا ما اتمناش الاهلي يخسر افريقيا، واكيد في ناس 90% من جماهير الاهلي ما يتمنوش اللي الزمالك يخسر افريقيا. في الدوري بقى انت تخسر انا اخسر، ايوه انت المنافس بتاعي اتمنى ان انت تخسر، والعكس على فكره حاجه طبيعيه. اما بقى هنيجي على الماتش النهارده، راجل المباراه شناوي، وراجل اللي فتح المباراه هو محمد عبد المنعم. وخلي بالك وراجل المباراه التاني بقى هو حمدي فتحي. يعني خلي بالك الشناوي مطلع كورتين، واحده انفراد واحده من فاول، يعني جون كان هيغيروا مجرى المباراه. وخلي بالك الرجاء في الشوط الاول كان ضاغط على الاهلي وبيلعب الند الاهلي. الجون اللي فتح المباراه هو محمد عبد المنعم. لولا الجون بتاع محمد عبد المنعم ده كان المباراه هتفضل مقفوله. خلي بالك يعني جون محمد عبد المنعم خلى الرجاء يعني يكش شويه في الشوط الثاني، خايف. قال لك يا عم ما اطلع 1-0 احسن ما اطلع 2-0. والحمد لله خلى الرجاء يكش، فخلى النادي الاهلي عنده كثافه هجوميه. الحمد لله حمدي فتحي نزل جاب الجون الثاني، ولو كنا شدينا شويه كنا جبنا الثالث. يعني اللي فتح المباراه جون محمد عبد المنعم، اللي انقذ الماتش هو الشناوي. راجل مباراه كورتين، يعني واحده انفراد في الدقيقه 34 وواحده فاول في الدقيقه 4، كانوا يعني بص كانوا ممكن يخلصوا المباراه. وخلي بالك الجون بتاع التاني ده بتاع حمدي فتحي انا بعتبره راجل مباراه، اللي هو الجون بتاعه يعني يعتبر يعني خلص المباراه وخلص الماتش التاني بتاع المغرب. اما نروح المغرب الاهلي مش من الفرق اللي ممكن تخسر 3 أو 4، يعني خلاص باذن الله محسومه. الحمد لله ما جاش فينا جون، فالاهلي كسبان 2-0، لازم الرجاء يكسب 3. صعب النادي الاهلي يجي فيه 3 في الوقت ده خلاص. خلي بالك والحمد لله اللي هو جاب الجون الثاني. الرجاء اما جه الجون الاول المدرب بتاعه قال لك يا عم اخسر 1 احسن ما اخسر 2. قال لك اضم واقفل هناك في الرجاء في المغرب اقدر اجيب جونين. لكن الحمد لله الجون بتاع حمدي فتحي انهى المباراه. وعايز اقول لك بقى الفرقه اللي صاعده الحمد لله انا قايلها من بدري على بوست على الفيسبوك. قلت لك الرجاء هيخسر، قلت لك الاهلي باذن الله، سان داونز، الترجي، الوداد. وهي محسوب اتحسمت خلاص ان شاء الله. الاهلي مش هيخسر 3 هناك،
فالاهلي ان شاء الله صاعد. سان داونز كسب شباب بلوزداد، شباب بلوزداد 4-1 في الجزائر. خلاص خلي بالك ده طرف في النهائي شباب بلوزداد. الترجي كسب شبيبة القبائل في الجزائر 1-0. سيمبا كسب الوداد في سيمبا 1-0، فالوداد هيجي يخلصها. فهم الاربعه اللي صاعدين، سان داونز، الاهلي باذن الله، شباب الترجي، الوداد. وخلي بالك ان شاء الله سان داونز والاهلي في النهائي. ولو جه سان داونز والاهلي في النهائي ما توقعش بقى، مش عارف ساعتها ايه الدنيا هتبقى صعبه جدا على الاهلي بصراحه. اداء سان داونز جامد جدا، فريق محترم بيطلع الكره من ورا لقدام بطريقه سلسه جدا. الكواليتي بتاعت اللعيبه بتاعتهم عاليه جدا. بس ربنا يسهلها ساعتها، وان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي ويوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله. هو في نصف النهائي خلاص. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.